السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. دابا اول حاجه كنسمعوها منين شي شيفور في الطريق كيدير شي زبله شناهي هي ما تكون غير شي مرا هادي اللي صايغه. ولكن راه كيف كاينين رجال كيعرفوا يسوقوا راه كاينين عيالات كيطيروا في السوقان وكيسوقوا حتى الطيارات. حتى الطيارات. وهادشي راه ماشي غير عاد البارح، راه من الخمسينات اول بيلوطه عربيه افريقيه كانت مغربيه، والوقت اللي خدات فيه الشهاده ديال الكفاءه ديالها راه كان في عمرها غير 15 عام، وخداتها من حلق الفرنسيس بالدارجه ديالنا، خداتها صحه. وهادشي اللي خلاها ما تسرطاتش ليهم. وهنا غادا تبدا قصه كلها. شد ليا نقطع عليك شكون هي هاد البنت اللي دخلت لهذا الدومين في هاد السن الصغيره، وفي وقت اللي المراه في المغرب ما كانتش كتقدر حتى تخرج من الدار. واشنو اللي كان مخلي هاد الناس حاطينها في دماغهم، وشنو علاقتها بالخطوط الجويه الملكيه واللوغو ديالهم اللي باقي معاهم الى يومنا هذا. بزاف ديال الاسئله والاجوبه خاصك ضروري تعرفهم. خليك معايا حتى الاخر. سير الله. شخصية اليوم هي ثورية الشاوي، بنيتها تولدات في حومة القلاقليين فاس في 14 ديسمبر 1936 وسط عائلة مثقفة و100% فنية. باها عبد الواحد الشاوي كان من الناس الاولين اللي خداو الباك ديالهم في الفلسفه بالفرنسي وبالعربيه، وخدم في الجريده الفرنسيه لو كوري دو ماروك، وكان صحفي ناجح. وبالاضافه للصحافه فهو كان روائي كيألف، وكان كيدير حتى الترجمه ديال الروايات الاجنبيه. بالاضافه لهادشي كامل فهو كان من الناس الاولين او الرواد كيف كنقولوا في المسرح وفي السينما. وكان عندها خو واحد صغر منها ب8 سنين سميتو صلاح الدين، واللي غادي يولي فنان تشكيلي من بعد. سوريا من صغرها ما كانتش بنيته اجتماعيه، ما كانتش كتبغي تلعب مع البنات الاخرين، وما كانش عزيز عليها تلعب بدوك اللعاب ديال البنيتات. كان عزيز عليها تجلس بوحدها، كتجلس كتامل بزاف، وكانت كتحماق على شي حاجه سميتها الفراق، واي حاجه كطير. وكتجلس في البالكون ديال الدار عندهم كتلقى حاضيه الطيارات اللي كيدوزوا في السماء. وحتى اللعاب اللي كانوا عزيزين عليها كانت كتبغي الطيارات، الطوموبيلات، كاع داكشي الميكانيكي، وكتبقى تحل فيه وتفكك. المهم باغا تعرف داكشي كيفاش كيخدم. ومن الحوايج الاخرين اللي كانوا عزاز عليها ديرهم هو كانت كتجلس كتصاوب دوك الطيارات بالوراق وكتبقى تطير فيهم في الدار. هاد الحب ديالها للطيران واي حاجه كطير كيعاودوا انه بدا معاها من العمر ديال 3 سنين. كانت البنيته مرضات، جاها شي مرض في الصدر، وكان واحد الطبيب فاس نصح باها باش يشوف شي بيلوط يدير بها شي دوره في السماء، حيت هذه هي الحاجه الوحيده اللي غادي تقدر تخليها تتشافى وما يتزادش عليها الحال. فعلا باها مشى للمطار وبقى كيقلب حتى لقى واحد البيلوط صبليوني وقنعو انه يدير ديك الدوره ببنته. وفعلا طاروا جوج المرات، والبنيته كانت كتكون طايره بالفرحه. ومن تما بدا داك الحلم ديالها بانها حتى هي شي نهار تكبر وتولي كتسوق الطيارات. بدات سوريا طفولتها عاديه فاس بحال كاع البنات. كانت كتقرا في المدرسه الوطنيه، وفي نفس الوقت كان باها كيجيب ليها اساتذه يقريوها حتى في الدار. وكانت متفوقه وكتقرا مزيان، وكانت الشخصيه ديالها قويه من الصغر. من بعد باها ولا مدير ديال واحد الوكاله ديال التواصل في كازا، واضطر باش ينقل حتى العمل الفني والصحفي ديالو تما، ولا كيمشي يشوف العائله ديالو في فاس من الويكاند. مع الوقت بدات هاد الوضعيه كتعييه، ولا كيقول من الاحسن انني نجيب الدار كاملين حدايا ونتهنى. بنيتها كان في عمرها ديك الساعه 12 عام، وكملات القرايه الاعداديه ديالها في كازا حتى خدات البروفي ديالها. بالاضافه للقرايه ديالها اللي كانت متفوقه فيها بزاف، توريا كان عزيز عليها الشعر. كانت كدير الشعر، كانت كتالف القصص القصيره، وكانت كتدخل في بزاف ديال المسابقات. في نفس الوقت كانت ما ناسياش الحلم ديال حياتها وحب حياتها الاول والاخير اللي هو الطيران. وكانت كتبقى غير كتقلب وكتبقشش على اي حاجه عندها علاقه بالطيران، قصص، مجلات، كتوبه اللي لقاتو كتقرا. وما حدها كتكبر وهي كيكبر معاها داك الحلم ديالها وداك الحب ديالها لديك المهنه. توريا كان عزيز عليها حتى التمثيل، وهي في عمرها غير 10 سنين قدرات دير الدور ديال الطفله ماريا كازاريس في الفيلم ديال لا سيتيام بورت او البوابه السابعه، اللي تصور في المغرب في عام 1946، واللي مثل فيه باها. وكان المخرج ديالو هو المخرج الفرنسي اندري زوبادا.
s'appelle Jean. Montons vite. Va-t-il nous porter jusqu'au bout? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais jamais rien. Sais-tu seulement ton nom? Je m'appelle Leila. Et toi, tu t'appelles Ali. À droite, à gauche? Par ici. C'est loin encore? Avant la pleine lune. Et qui fait mal? Je crois que ce n'est rien. Est-ce que tu pourras marcher au moins? Je Et là, il le faut bien? j'essaierai. وصلت توريا 14 عام، كانت غادي تشارك في واحد المسابقه ادبيه في عيد العرش، وهي تمشي عند باها قالت لي الا ربحت في هذه المسابقه واش تقيدني في الطيران. باها بقى مصدوم ومتفاجئ، قال لها هادشي اللي كطلبي فيه بنيتي راه غريب وصعيب باش نحققولك، ولكن كان واعدك الا ربحتي في المسابقه غندير اللي في جهدي باش نقيدك. في ذاك الوقت كانت المدرسة الملكية للطيران في تيط مليل هي المدرسة الوحيدة اللي كاينة، وكانت خاصة غير بالفرنسيين والأوروبيين اللي كيعيشوا في المغرب، وغير شكون وشكون، ماشي أي واحد يقدر يتقيد فيها. وعبد الواحد الشاوي كان عارف أنه باش يقيدوا ليه البنت خاصة معجزة، ولكن بكثرة معززة عليه بنته ودماغه ما كان متفتح، قال مع راسو انا الا مشات تربحات في المسابقه غادي ندير اللي في جهدي باش نقيدها واللي ليها ليها. البنت ربحات في المسابقه، شدها باها من يديها وداها باش يقيدها في المدرسه. عارف هما غاديين يتفاهموا معاه، دخل ديريكت عند المدير قال لي انا جايب هاد البنت باغي نقيدها عندكم تعلم الطيران. المدير تفاجئ ما فهم والو، بدا كيضحك عليه وبدا كيدور عند دوك الناس اللي كاينين حداه وكيضحك معاهم وكيتفلا وكيقول لهم شفتوا سمعتوا هادشي اللي سمعت، قال لك هاد فاطمه الصغيره حتى هي جايه باغا تتعلم الطيران. وفي ذاك الوقت كان هذا واحد النوع من الاستهزاء من المغاربه، وكانوا الفرنساويين اي بنت كيقولوا ليها فاطمه واي ولد كيقولوا ليه محمد، المهم كيكبروا في المغاربه حتى سمياتهم، ما علينا. المهم في الاخر قيدوا ليه البنت غير باش يضحكوا، وهما متاكدين مليون في المية انها ما غاداش تطفر. بدات البنيته التدريبات ديالها وكانت الفرحه ما قاداهاش. كان المدرب ديالها صبليوني وكانت عزيزه عليه بزاف، وكان هو الوحيد تما اللي يدافع عليها من ديك العنصريه وديك الحقره اللي كانت كتعيشها مع دوك التلاميذ ودوك الناس اللي خدامين في ديك المدرسه. حيت بالنسبه ليهم هي غير ديك المغربيه وهما ولاد شكون وشكون، واجداها شي صوبان طياره تبارك عليها غير الصوبان ديال الكراو. المهم البنيته صبرات لداك الشيء وما كانتش كتسوق ليهم، وديك الحقره خلاتها تزيد تشد بيديها وبسنانها في داك الحلم. الحمد لله داك الاستاذ كان كيعاونها وكيخفف عليها حتى سالات التدريبات ديالها. من بعد 4 شهور ديال تماره بدات كتقرب الوقيته ديال الامتحان ديالها، وهنا المدرسه بداو كيتهربوا مره هكا مره هكا. في الاخر قرر الامتحان ديالها نهاراش، ولكن لسوء الحظ اختاروا ليها واحد النهار اللي ما فيه ما يتشاف، الجو خايب كله ضباب وشتا. المشكل انه القانون الداخلي ديال المدرسه كان ممنوع يدوز شي امتحان الا كان الجو خايب. هي لسوء الحظ ديالها شدوا معاها العكس وقالوا لها هذا النهار هو اللي غادا تدوزي فيه، والبنت ما اعترضاتش وفعلا مشات باش تدوز الامتحان ديالها. ركبت توريا بكل ثقه في النفس وعلات بطيارتها 3 كيلومتر ودارت الدوره الشرفيه ديالها على مسافه 40 كيلومتر بلا ما تهز ولا تخلع ولا دير حتى شي غلط، وخلات لجنه التحكيم اللي كانوا حاضينها وباغين لها غير السبه غير حالين فمهم. وباش زادت كملاتها دارت واحد الهبوط احترافي اللي خلى الرئيس ديال لجنه التحكيم ناض من بلاصتو مشى كيجري لعندها هزها وبقى كيبارك ليها بلا ما يشعر. من بعد كانت عاودات لباها قالت لي انا منين كنت طايره ما كنت لا خايفه لا مخلوعه نسقط، بالعكس كنت متاكده انني غادا ننجح، واخا كان قدامي غير الضباب وما كنت كنشوف حتى شي حاجه، كان بالي غير مع التوازن ديال الطياره ديالي والحدود اللي كانوا دايرين ليا ما خاصنيش نفوتهم، وكان مونسني داك الموتور ديال طيارتي وكنحس بالحريه وكنحس براسي بحال شي فرخ طاير وسط الفراخ. بهذا النجاح خدات توريا الشاوي شهاده الكفاءه ديالها وهي في عمرها غير 15 عام. سنه 1951 ولات هي اول طياره افريقيه عربيه وثالث طياره في العالم
كتبت عليها الصحافه ديال المغرب والصحافه العالميه، واضطروا بالهلا يطري لهم باش يديروا لها احتفال فاعل تارك في المدرسه ديال تيطملين. وتوصلات بزاف ديال رسائل التهنئه من عند عبد الكريم الخطابي، من عند علال الفاسي، من عند ملك ليبيا وملك تونس، من عند الاتحاد النسوي الجزائري والتونسي، من عند اول طياره فرنسيه جاكلين اوريول، ومن اهم شخصيه في البلاد الملك الوطني السلطان محمد الخامس اللي استقبلها في القصر هو والاميرات واحتفل بها وولات مقربه بزاف من الاميرات. ومن بعد غادا تولي هي السفيره ديال مؤسسه لاله امينه اللي كتهتم بالنساء وبالقرايه ديالهم وبالتوعيه ديالهم. وهكذا ولات توريه فاعله جمعويه من الدرجه الاولى، وهي اللي غادا تاسس جمعيه اخوات الاحسان، بالاضافه الى انها كانت من المناضلات اللي كانوا كيتقاتلوا على قبل الاستقلال ديال المغرب. وهذا الشيء اللي خلى اليمين المتطرف الفرنسي يحطها في دماغه ويبدا باغي يصفيها، وكل مره كيسبيها في المحافظين المغاربه يقول لك حقا ما حقا هما اللي ما باغينهاش حيت كتحل عينين لبناتهم. مورا ما ولات بيلوت في ديك السن الصغيره، واحد المره كانت مسافره هي والعائله ديالها لاسبانيا، وفي الرجوع ديالهم من مالاغا لتطوان فريق الطيران ديال ديك الطياره بقى حاضيها بديك اللبسه وكيضحكوا عليها كيسحابوها غير شي بنيته صغيره ملبسينها والديها ديك اللبسه، وهي بطبيعه الحال ما تصرطاتش لها. بقات حتى مشات عند البيلوت دوات معاه وقالت ليه انا رانا بيلوت مغربيه وانا هي اللي دايره هاد اللوغو هذا اللي كتشوف فيه، انا هي اللي دايره. بيلوت بطبيعه الحال بقى كيشوف فيها ما تيقاش، قال لها الطياره بيني ليا. فعلا هذاك الشيء اللي دارت صدمات وجات صايقه الطياره من مالاغا حتى لتطوان، الشيء اللي خلى البيلوت فاش وصل نزل ودوا مع الناس وقال لهم راه هاد الطياره الصغيره هي اللي جات صايقه بكم من مالاغا حتى لهنا. حتى لهنا كان كل شيء بخير وعلى خير حتى غادي تقلب كل شيء. سنه 1954 تعرضات لأول محاولة ديال الاغتيال، وكون مامول الحانوت اللي مشى كيجري عند دارهم وقال لهم غادي تهربوا من الدار حيت راه ناويين يصفيوها لكم كون ما بقى حتى شي واحد فيهم حي. فعلا داكشي اللي داروا، مشاو باتوا في واحد لوطيل قريب ليهم، ومع الربعه ديال الصباح فرقعات قنبله على الدار وما خلات فيها حتى بلاصه صحيحه. موراها غير بواحد الشهير كانت راجعه هي وباها للدار، حطوا الطوموبيله في الباركين، بداو داخلين وهو يبدا عليهم القرطاس كي شتا بالميتريوز ديال شي واحد ما عرفوش منين تسلط عليهم. لحسن الحظ حتى شي واحد فيهم ما جات فيه شي قرطاسه ودخلوا للدار في سلام. وكانت هذه هي ثاني محاوله تعرضت لها الاغتيال. العام اللي موراه اللي هو 1955 كانوا وقفوا عليها شي بوليس وبداو كيتزايدوا معاها في الهضره وجبدوا عليها السلاح، وكون ما جمعات الجوقه كون تيراو فيها حيت كانوا ناويين يصفيوها لها داك النهار. ومره اخرى عاوتاني غادي يتسلطوا على واحد جوج بوليس وغادي يركبوا معاها صحه وغيقولوا لها غادي تدينا البلاصه الفلانيه صحه عليك. ولحسن الحظ ديالها انها بدات كتغوت جمعات الجوقه وهما يمشيو في حالاتهم، بدلوا الساعه بأخرى وعاودت تعتقات من عمليه اختطاف اللي كانوا كون داوها فما كانتش غادي ترجع منها نهائيا. مورا هاد 4 ديال المحاولات ديال الاغتيال كان علال الفاسي دوا مع باها بحكم انه كان صديق ديالو وقال لي انا الا بغيتي دير بنصيحتي هز عائلتك ودي بنتك وسير في حالك غبر من المغرب قبل ما طرا لبنتك شي حاجه. عبد الواحد الشاوي بطبيعه الحال رفض، ما بغاش، قال لي هذه بلادي وما عنديش لاش غادي نهرب منها، خليني غير هنا انا وعائلتي. وداك الشيء اللي دار. الرجوع ديال السلطان محمد الخامس من المنفى كانت هي اول وحده تطير بالفرحه، وهي اول وحده تقول والله تنشارك في الموكب الملكي. وفعلا جات طايره بالطياره ديالها على واحد العلو ديال 800 متر من المطار حتى لحيت وارده وهي كتلوح في المنشورات الملونه ترحيبا بالملك. سوء الحظ ديالها كان البرد بزاف وهي بداك الفرحه وداك التحمس ما رداتش البال ونزلت بمرضتها. رجع ليها عاوتاني داك المرض ديال الصدر، الشيء اللي خلى الملك محمد الخامس يصيفطها تعالج على حسابه في سويسرا وبقات تما 6 شهور، ولكن الحمد لله رجعت بخير وعلى خير.
رجعت توريا وكانت هي اول وحده تاسس نادي طيران مغربي 100%، وكانت هي اول وحده تالف كتاب لتعلم الطيران باللغه العربيه، وكانت مهتمه بزاف بالتعليم ديال العيالات، وكانت كتوعيهم بالدور ديالهم في الحياه وفي الاستقلال. 1 مارس 1956 نهار قبل الاحتفال رسميا بالاستقلال ديال المغرب، توريا الشاوي كانت ما قادات حتى شي فرحه، ومشات دارت واحد الخطبه فاعله تاركه البنات في المؤسسه ديال لاله امينه، وقالت لهم غدا ان شاء الله غيتحقق داك الحلم ديال الاستقلال اللي كنا كنحلموا به. نبغيكم كامله تشاركوا في الاحتفال، جيو لابسين احسن ما عندكم، وان شاء الله غادي يدوز واحد النهار ما كيتعاودش بحاله. مورا ما سالات جا موراها الشيفور ومعاه خوها صلاح الدين، داوها للدار، والبنت غاده فرحانه كدوي مع خوها شنو درتي اليوم في المدرسه، شنو كي داز النهار ما كي داز النهار. وصلوا للدار كلاكسوناو على امهم، طلات عليهم من البالكون، نزلت هي كتضحك مع امها وقالت لها رانا عندي من بعد واحد الموعد في النادي ديال الطيران، راه ما غاداش نطلع دابا. حتى السيده كيوقف عليها شي حد من وراها بالفردي وكيتيري فيها، امها وخوها الصغير كيشوفوا الدري الصغير تيسحب غير شي حد كيلعب معاها، ما فاهمش، واخا سمع القرطاس كيسحب غير الدراري كيلعبوا بالحراقيات، حيت ديجا كانوا الاحتفالات ديال عيد الاستقلال بداو وكلشي كيدير في لي فو دارتيفيس وكيفرقع في الحراقيات. حتى شافها طاحت بالدم ديالها، وشاف مو كتغوت وكتبكي من الشرجم، وبقات هذيك هي صدمته. وهكا للاسف كانت النهايه ديال وريده مغربيه كان في العمر ديالها مازال غير 19 عام، في ظروف غامضه والاسباب غير مفهومه وتقييدات ضد مجهول. الجنازه ديالها كانت هي اول جنازه سياسيه في المغرب، ودارت نهار 2 مارس 1956 اللي هو اول عيد ديال الاستقلال في المغرب، وحضر ليها الجنازه ديالها اكثر من 60,000 شخص، وبقات في المغاربه بزاف وتاثروا بالموت ديالها وبقاو كيدويو عليه بزاف. وبقات التحريات من بعد، وكان خرج واحد الضابط قال ان السبب في الموت ديالها او الشخص اللي كان قتلها هو محمد الطويل، اللي كان قائد ديال واحد المجموعه ارهابيه من الخونه اللي كانوا كيديروا هاد العمليات ديال التصفيه في داك الوقت. والسبب قالك هو انها ما بغاتش تتزوج به. ومن بعد غادي تجي واحد الشهاده ديال السيده فاطمه التهامي اللي كانت هي اول مولده في المغرب، مطابقه لهاد الهضره من واحد الناحيه، لانها كانت كتعاود ليهم هي كان عندها العياده ديالها في شارع الفيضه دابا، وكانت تعرضت واحد النهار للاختطاف، خطفوها جوج رجاله خطفوها وداوها لواحد الفيلا في لارميطاج. من بعد غادي يوصل القائد ديال هاد الناس اللي هو اللي كان مكلف بالتصفيه ديالها، فاش دخل باش يقتلها بقى كيشوف فيها، عيط لهم قال لهم راه ماشي هي هذه، وخلاوها كتعاود انهم خلاوها محبوسه تما حتى داروا العمليه ديال توريا الشاوي عاده باش تلقوها. الصراحه هاد العمليه كتبقى كبر من حمد الطويل ولا غيره، والله بوحدو هو اللي عارف شكون اللي نفذها وشكون اللي حرش عليها وشنو هو السبب الحقيقي باش ينفذوها اصلا. هذه هي القصة ديال بطلة الحلقة ديالي اليوم، توريا الشاوي الله يرحمها، لي الشرف انني ندوي عليها، واخا عارفة ان بزاف ديال المغاربة ما كيعرفوهاش، ما نكرهش من هنا لقدام نشوفوا عليها شي فيلم، علاش لا. كنتمنى تكون الحلقة عجباتكم. اللي مازال ما شافش الحلقات الاخرين في سلسلة ومن العلم ما قتل غيلقى لي ليان في الديسكريبشن. خليو لي تعليقاتكم، ما تنساوش اللايك، اللي باقي ما تابوناش بلا ما نوريه منين غيمشي يتابونا. تهلا.